السلام عليكم. أتمنى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب للفيديو وتعليق بخصوص الموضوع. تعرض النجم المغربي حاتم عمور يوم أمس للسرقة بأحد الفنادق بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ولقد تداولت العديد من منصات التواصل الاجتماعي خبر تعرض النجم حاتم عمور أثناء تواجده مع الجمهور أمام بهو الاستقبال، الذي كان يأخذ فيه صور تذكارية مع عدد متابعيه قبل مغادرته الفندق، حيث تمت سرقة حقيبة الفنان حاتم عمور، والتي يقدر ثمنها بحوالي 4 مليون سنتيم، والتي كانت تحتوي على جواز سفره وكذا ساعة من النوع الفاخر، والتي يقدر ثمنها بحوالي 9 مليون سنتيم، وأوراقه الخاصة. وحسب الأخبار المتداولة، فلقد استطاعت الشرطة البلجيكية إلقاء القبض على الشخصين اللذان قاما بسرقته، وقام برمي جواز سفره في إحدى شوارع مدينة بروكسل، حيث لم يقم الفنان حاتم عمور بطرح أي تفاصيل تفيد واقعة السرقة، بل حاول التركيز على حفله الذي حضره العديد من الجالية المغربية المقيمة في بروكسل، حيث تقاسم مع جمهوره تفاصيل حفله. ويذكر فإن حاتم عمور عضو لجنة تحكيم في برنامج اكتشاف المواهب ستارلايت في موسمه الثاني، وهي التجربة التي يخوضها لأول مرة. فكان هذا هو فيديو اليوم، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، إلى اللقاء.